هذا واحد سلمكم الله رجع بعد غياب، كان مسافر ورجع وصور ردات فعل أخوياه. كان المقطع جميل صراحة، ولكن أفسد هذا المقطع واحد من أخوياه. أول ما قابله ابتسم كذا، الله يلعن ذا الوجه، ويضمه. هذا هو فرحان؟ شلون لو زعل هذا؟ الله يلعن ذا الوجه، أعوذ بالله من غضب الله. نروح في رحلة بسيطة. وش تسوي هذه اللعنة؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لعن العبد شيئا صعدت هذه اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، لأنها لعنة ما أحد يبيها. ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا فإذا لم تجد لها مساغا، مقفل كل شيء حولها، لعنة، شيء خطير. ترجع إلى الذي لعن، أنت لعنت فلان، أهل لهذه اللعنة، وإلا رجعت إلى قائلها. كأنك تقول لله عز وجل: أعوذ بالله أعوذ بالله، يا رب اطردني من رحمتك. كيف بيكون حالك وأنت مطرود من رحمة الله؟ والله لو عندك كل هذه الدنيا وأنت ملعون، أصابتك هذه اللعنة، صدقني بتعيش حياة كئيبة. حولك ناس يلعنون، انصحهم، قدم لهم النصيحة. ان تصحوا خير وبركة، ما ان تصحوا نصيحة هج. لا تكون حول ناس يكثرون اللعن، لأنه شيء خطير يا جماعة. تخيل أنت تكون حول واحد ملعون مطرود من رحمة الله، أنتم اللي تلعنون كل شيء، يلعن دوامه، يلعن عياله، بتشوف أثرها في حياتك. والله العظيم إني أشوف ناس وكأنه فعلا أصابتهم لعنة، حياة مشربكة، يشوفون الخير قدامهم ولا يقدرون يسوونه. من لسانك اللي ما خليت شيء إلا لعنته، وكل هالشيء هذا معقول؟ هذا كله ملعون؟ شيء طبيعي إنها راح ترجع لك هذه اللعنة، فبتكون حياتك من جفرة لدحديرة. نسأل الله السلامة والعافية.